بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اخواتي وحبايبي الاهلاويه، اهلا وسهلا بيكم. انفردنا بتاريخ 8/5 فيديو بعنوان ساديو ماني ينتقل الى النادي الاهلي للمشاركه معه في كاس العالم للانديه لمده 6 شهور على سبيل الاعاره برعايه المستشار تركي آل شيخ. وطبعا بعد ما انفردنا بالانفراد دوت حصل يعني قلبان على السوشيال ميديا، وحصل جدل كبير، وبدأت كل الناس تكذبنا وتستلمنا، وبدأ كل واحد يطلع يعمل فيديو ويقول انت جبت الكلام ده منين، وانت ايه مصادرك، وانت مين. عايز اقول لك ان احنا قناة الاهلاوية عندنا قوة وعندنا حصريات، عشان احنا بنعتمد في الفيديوهات بتاعتنا على الاهلاوية. يعني كل مصادرنا ناس اهلاوية بتحب النادي الاهلي وبتحب العبد لله، وتوصل لنا الاخبار كده لله في لله. فعشان كده طالعين نرد على كل الناس اللي كذبتنا، وعشان السبق عندنا وعشان الانفراد عندنا وعشان المستندات عندنا، طالعين نرد بالمستندات وبالدليل، ونأكد على ان هناك صفقة كبيرة جدا للنادي الاهلي قبل كاس العالم للأندية برعاية سعودية. تعال اقول لك الكلام كله والتفاصيل كاملة، ويا ريت الناس كلها تشوف الفيديو عشان تعرف التفاصيل كاملة. الناس كدبونا في نقطتين هنرد عليهم بالدليل وبالإثبات. الناس كدبونا في إن المقابل المادي لانتقال ساديو ماني كبير جدا وأكبر إن خزنة النادي الأهلي تتحمله، لكن لو هم كانوا تعبوا نفسهم وشافوا الفيديو، احنا قلنا الأهلي لن يتحمل أي تكاليف في تلك الصفقة، لأن الشركة السعودية هي التي ستتحمل كل تكاليف الصفقة. يعني الأهلي مش هيدفع ولا ملي. يعني الناس اللي بتكدبنا عشان الاهلي معهوش فلوس، والناس اللي قالت احنا اتصلنا بمسؤولين في النادي الاهلي وكدبوا الخبر. يعني انت عايز تتصل بمسؤول في النادي الاهلي وتقول له انت هتجيب ساديو ماني والخبر لسه محدش يعرفه ولسه العمليه فيها مفاوضات، ويقول لك انا هجيبه واطلع اعلن يعني وخد السبق. طبعا هو عمره ما هيقول الكلام ده. فبالنسبه للفلوس، انا قلت لك الفلوس هتيجي منين؟ الاهلي لن يتحمل اي تكاليف في الصفقه. طيب بالنسبة للناس اللي طلعت برضو تهاجم وتقول مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره لن يقبل بالهدايا ولن يقبل بالتدخل أو بشراء لعيبة أو حضرتك أنا ما قلتش في هدايا. هم خدوا العنوان كان بيقول ساديو ماني ينتقل إلى النادي الأهلي 6 شهور على سبيل الإعارة برعاية المستشار تركي آل شيخ. هم خدوا الكلام وقالوا انها هديه من المستشار تركي آل شيخ، لكن هي الحقيقه مش كده. هي الحكايه عباره عن صفقه. الصفقه دي هي حق رعايه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، اللي بيعتبر فاترينا كبيره وكل العالم هتشوفه. طب ايه الفايده وايه الحكايه وايه القصه؟ القصه يا سيدي ان السعوديه عامله مجموعه من المشاريع بيطلق عليها الجيجا. المشاريع دي قيمه المشاريع 880 مليار دولار. مشاريع جيجا دي هي نيوم وروشن والبحر الأحمر والقضية والدرعية، يا رب أكون بنطق الأسماء صح. دي مجموعة من المشاريع هيتم افتتاحها بالتتابع في السنوات القادمة، ومفيش يعني فاترينا أو في مكان تقدر تعرض عليه حاجة كبيرة زي دي أكبر من كأس العالم للأندية. عايز أقول لك الجديد كمان والتفاصيل عشان الناس اللي عايزة تكذب يا ريت تكلمنا في التفاصيل وتحكي في التفاصيل، ما ياخدش العنوان ويجري، لان هو ما شافش الفيديو اصلا. هو واحد صاحبه بعته له او كلمه قال له شفت في ناس بتقول كده، فهو طبعا كذب من غير ما يكلف نفسه ويشوف الخبر. هقول لك التفاصيل يا سيدي. عايز اقول لك بس كده ان لما قيمه المشاريع تبقى 880 مليار دولار، الدعايه بتاعتها اول حاجه هتبقى بكام؟ دي نقطه. عايز اقول لك كمان ان مش النادي الاهلي بس، الفكره ان هي تبقى رعايه الاربع فرق السعوديه، عفوا الاربع فرق العربيه المشاركه في كاس العالم للانديه، الاهلي والهلال السعودي، الاهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. الخطه هتبقى برعايه الاربع انديه. هو الاستقرار دلوقتي تم على النادي الاهلي ونادي الهلال السعودي، في دراسه ان الرعايه تكون للاربع انديه العربيه، وتكون الاربع انديه العربيه هي الواجهه للشركه السعوديه اللي عايزه تعمل دعايه في كاس العالم للانديه. يبقى يا سيدي مفيش هديه ولا في حاجه، مفيش هديه. طب انا قلت ليه المستشار تركي آل شيخ؟ لما شركه سعوديه
تقدم عقد كبير بحق رعايه زي ده ضخم جدا للنادي الاهلي، اكيد هيكون في مباركه وموافقه من معالي المستشار تركي آل الشيخ. لكن المستشار تركي آل الشيخ مش هيجي يقول الاهلي تعالى انا هدفع لساديو ماني في الست شهور 10 مليون دولار او 5 مليون دولار كده يعني هديه. لا طبعا، العمليه كلها ديل وصفقه وحسابات تجاريه. الاهلي كبير، الاهلي اللي ياخد رعايه النادي الاهلي اكيد هينتشر اكتر. وبعدين نراجع معايا كده اخر عقد رعايه للنادي الاهلي، شوف وصل لكام. احنا كنا بنتكلم في مليار ومليار فالعمليه مش بعيده، لان زي ما قلت لك سعر ساديو ماني على موقع ترانسفير ماركت ده لما اتنقل للسعوديه وكان في اول تالقه 20 مليون دولار. يعني دلوقتي بعد لما لم يثبت نجاح في نادي النصر وهينتقل للنادي في منتصف الجدول السعودي. طبعا اللي ما شافش الفيديو، هي الخطه او يعني التعاقد او تفاصيل التعاقد بتقول ان سيتم انتقال ساديو ماني الى احد انديه الوسط في الدوري السعودي 6 شهور، ومن ثم الانتقال للنادي الاهلي 6 شهور على سبيل الاعاره. يعني دي الخطه بالكامل. انا قلت لك التفاصيل وقلت لك الدهاليز وقلت لك الرد على الناس اللي كدبتنا. لكن احنا ما قلناش هديه، بنأكد تاني ما قلناش هديه من المستشار تركي آل الشيخ، لان في ناس طلعت مسكت رايه المبادئ وقالت لك احنا لن نقبل بهدايا النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره لن يقبل. ما فيش يا عم هدايا، ما فيش حد اصلا بيدي هدايا. احنا ما بقيناش في زمن الهدايا، في زمن الديل وزمن الصفقه. عايز تتكلم معايا في تفاصيل، اتكلم معايا في تفاصيل، ما تقوليش انت بتقول اي كلام. لا، تعالى نتكلم وتعالى نتناقش واقول لك التفاصيل واقول لك المعطيات ورد عليا بالدليل وبالاثبات. الحمد لله قناه الاهلاويه في خلال وقت قليل قدرت تعمل نسبه مشاهدات عاليه، والناس بدات تشوفنا والناس تعرفنا. ولو انت لسه ما شفتناش او ما تعرفناش، راجع الفيديوهات اللي موجوده عندنا هتلاقيها كلها حصريات وانفرادات، كلها بالدليل وكلها بنقولها قبل ما بتحصل بفتره طويله. في اخبار كتير منها الناس كانت بتقول عليها ان هي مش حقيقيه، لكن بعد ما اتاكدت وحصلت الناس رجعت تقول لنا انتوا جبتوا الاخبار دي منين؟ ارجع اقول لك احنا بنجيب الاخبار دي من قوتنا كاهلاويه. احنا كتير، احنا عايزين نقوي بعض. عايز اقول لك لو انت اهلاوي يا ريت تعمل لايك، ولو عندك اي معلومه جديده عن النادي الاهلي يا ريت تشارك معانا، يا ريت كاهلاوي تشارك معانا. لو انت في اي حته في العالم وعندك معلومه جديده عن النادي الاهلي او خبر جديد عن النادي الاهلي يا ريت تتواصل معانا. واحب اقول لكم كمان وبشركم بشرة خير ان خلاص تم اعتماد احد المراسلين في امريكا لتغطيه كاس العالم للانديه باذن الله وامر الله من الان، كابتن احمد عبد الله. يعني مراسلنا في امريكا، مراسل قناه الاهلاويه في امريكا باذن الله وامر الله، وعدنا ان هو هيغطي لنا تغطيه كامله لمباريات الاهلي في كاس العالم في الولايات المتحده. وكمان هيعمل لنا لقاءات حصريه مع بعض المواطنين الامريكيين ويسالهم هل يعرفوا النادي الاهلي ولا لا. وعندنا كمان في بعض المراسلين في تونس، لكن لم يتم الى الان الاتفاق مع احد منهم. فيا ريت لو في اهلاويه في تونس يتواصلوا معانا، عشان احنا عايزين مراسل في تونس عشان مباراه الترجي. ولو في اهلاويه في كل مكان في العالم، لما نرجع لاحصائيات القناه، في اهلاويه بيتفرجوا علينا من ايطاليا، في اهلاويه بيتفرجوا علينا من المانيا، في اهلاويه بيتفرجوا علينا من افريقيا. يا ريت كل الاهلاويه في كل مكان اللي حابب يشارك معانا في القناه ويكون جزء منها ويمدنا بالاخبار ويتم ذكر اسمه ويكون واحد من فريق العمل، يا ريت يشارك معانا. انا بقول لك انا بجيب قوتي من الاهلاويه اللي بيوصلوا لي الاخبار. عندنا اهلاوي في كل مكان، مش هتقدر علينا. عايز تكلمنا كلمنا بالنقاش وبالكلام بالدليل، ما تكدبش كده الخبر وانت صحفي كبير تقعد تقول جايب الخبر منين، هو يعرف منين؟ انت تعرف حاجه؟ انت لو تعرف حاجه كنت اتكلمت. انت ما تعرفش حاجه، لو انت تعرف حاجه كنت تناقشني، كنت تثبت ان انا بقول اي كلام. لكن انت ما ناقشتش، انت ما قلتش اي حاجه، انت ما اتكلمتش على الخبر اساسا، انت قعدت تنفي. وانا متاكد ان انت اول واحد، وان كل الناس اللي كدبونا هيرجعوا يقولوا ان هم اصحاب السبق وان هم اللي اتكلموا في الموضوع. لكن هيفضل السبق باسم قناه الاهلاويه وباسم بابا المجال كابتن وافي عرفه. ارجع لتاريخ الفيديو بتاعنا وارجع لكل تواريخ الفيديوهات والاخبار اللي اتكلمت في الموضوع، هتتاكد ان احنا اول ناس اتكلمنا وان احنا السبق عندنا. ولو اتاكدت ان احنا السبق عندنا يا ريت تعمل لايك وتسيب لي تعليق،
ويا ريت وانت ماشي تعمل لي لايك على الماشي. السلام عليكم.